لو ما تعرفوناش، احنا بنقدم فيديوهات عن الصحة النفسية والمرونة النفسية، وكمان بنساعدك انك تطور من نفسك وتحب نفسك وتتشجع اكتر ويبقى عندك تواصل اكتر مع الناس. ولو لقيت فيديوهاتنا مفيدة بالنسبة لك، يا ريت ما تنساش الشير عشان الكل يستفيد، وانك تعمل لايك واشتراك للقناة عشان تشوف كل الحلقات الجديدة. في البداية، احنا الكتاب اللي بنتكلم عنه النهاردة ده دماغ المراهقين، دليل علمي لرعاية المراهقين والشباب لفرانسيس جينيسون. الكتاب بيحكي عن قصة محسن، وده مامته بتحكي انه كان شاطر جدا وبيطلع الأول على الفصل، بس مش عارف ليه اتحول فجأة ومستواه الدراسي بدأ يقل وبقى يدوب بينجح بالعافية. أما بقى أخته مريم فهي بتنام نص اليوم ومش بتعمل حاجة مفيدة، لا بتذاكر ولا حتى بتساعد في شغل البيت، وبتسيب كل حاجة على مامتها، وكل ما تيجي تكلمها تقول لها تعبانة يا ماما وتشغل الاسطوانة ومحدش حاسس بيا ولا فاهمني. بس بيني وبينك هم أحسن من غيرهم. عندك أحمد ابن جارتهم كل يوم يرجع مضروب في خناقة شكل من المدرسة، ولو رجع سليم يبقى كان مزوغ اصلا. ولا اخوك كبير بقى ما احكيلكش، لسه خابط عربية ابوه امبارح بعد ما خدها من وراه، مع انه كان بيتضرب بيهم المثل في الهدوء والاخلاق. تقعد مع الواد من دول بعد ما يعمل المصيبه تساله يا ابني انت بتعمل كده ليه، يرفع لك كتافه الاتنين ويقول لك والله ما انا عارف. لما الاهالي خلاص قربت تتجنن، هم العيال دول اتحولوا ولا ايه؟ والحقيقه بقى ان هم فعلا اتحولوا من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه، والتحول ده يا صاحبي طبيعي جدا، بس احنا اللي محتاجين نفهمه، وهنفهمه من كتاب النهارده عشان نفهم ايه اللي بيدور في دماغ المراهقين، وايه الدوافع اللي بتحركهم، وليه أفعالهم مندفعة ومتهورة وتصرفاتهم عاطفية كمان بزيادة. لازم نعرف إنه الإنترنت والسوشيال ميديا عليهم عامل، ولازم نتعلم نعمل إيه عشان ننقذهم من العادات السلبية زي التدخين والسهر، وليه هم أكتر فئة عرضة للاكتئاب، والأهم إزاي نتعامل معاهم. لازم الأول تفهم ابنك أو بنتك حصل لهم إيه. قلنا من شوية إن فترة المراهقة طبيعية والكل بيمر بيها، وبتبدأ من حوالي 13 سنة ولحد 19 سنة تقريبا، وبيحصل فيها تغيرات بيولوجية وفسيولوجية في هرمونات الجسم، والهرمونات دي بتتسبب في تغيرات عقلية وعاطفية مختلفة، وبتخلي أجزاء من الجسم بتتغير، وبيبدأ المراهق يدرك ذاته والتغيرات اللي بتحصل له، وبيبقى متحفز جدا نتيجة زيادة إفراز الهرمونات دي، وده طبيعي جدا. بس المشكلة بتبقى في استجابة المراهق للتغيرات دي والمخاطر الناتجة عنها، يعني اندفاعه وعصبيته وتهوره عادة مش بيكونوا عندهم عند مقصود أو تمرد، لكن هي استجابة للتغيرات مش أكتر. عندك كريم مثلا مقضيها طول السنة غياب من المدرسة والدروس ولعب كورة وسهر مع أصحابه، وكل ما أبوه يقوله يا ابني ذاكر يا ابني لازم تحضر، يقوله يا بابا أنا عارف أنا بعمل إيه، ما تقلقش كله تحت السيطرة، لحد ما بتطلع النتيجة وبيلاقي نفسه شايل مادة أو مادتين أو ناجح حتى بالعافية. وهنا بتيجي لحظة بابا كريم التاريخية. طبعا بابا كريم بياخد فرصته على الآخر، مش أنا قلتلك، مش أنا حذرتك. والسؤال هنا، هل كريم كان متعمد يعاند مع باباه ويطنش كلامه؟ بس في الحقيقة إنه لأ، رغم إنه ده الظاهر فعلا. طب إيه الموضوع؟ الموضوع هنا إنه المراهق مش بيكون لسه قادر يدرك نتائج أفعاله كويس، وده بسبب طبيعة تكوين الدماغ في المرحلة دي، واللي بينمو وبيتطور من ورا لقدام. طبعا هتيجي تقولي مش فاهم. هقولك يا صاحبي إن الدماغ عامة بتتقسم ل4 أجزاء: قشرة خلفية مسؤولة عن المهارات البصرية، وجزء علوي خلفي مسؤول عن الربط والحركة الحسية، وجانبين مسؤولين عن العواطف والسمع والوظائف اللغوية، وأخيرا القشرة الجبهية الأمامية المسؤولة عن التخطيط والأحكام والتقييم والقرارات التنفيذية، وده آخر جزء بيطور في الدماغ. عشان كده المراهق بيبقى عنده نمو لغوي واندفاع عاطفي كبير جدا، بيخليه يتهور ويعمل تصرفات خطيرة من غير ما يدرك نتائجها. والحقيقة إن في حاجتين مهم جدا بيأثروا على اكتمال نمو الدماغ، وخصوصا القشرة الجبهية، وأي اضطراب فيهم بيأخر عملية النمو وبيسبب نتائج سلبية كتير. والحاجتين دول هما الانتباه والنوم. نيجي بقى للانتباه، وفي الزمن ده بقى من الصعب جدا إن أي حد يحافظ على انتباهه بسبب وجود عدد كبير من المشتتات، من تلفزيون لسمارت فون للسوشيال ميديا لألعاب فيديو. فما بالك بالمراهق الغلبان اللي أصلا انتباهه قليل وبيبقى عايز يعمل كذا حاجة في نفس الوقت، يذاكر وهو بيسمع أغاني وبيرد على المسجات وبيبقى مقتنع إنه كده بيذاكر، مع إن الدراسات أثبتت إن الدماغ بيركز على حاجة واحدة بس بشكل واعي، ولو بيمارس مهمتين فبتقل الجودة بتاعتهم جدا. طب والحل؟ نحافظ على تركيزنا بقى إزاي؟ قول انت بقى.
الحل إنه المراهق يقلل تماما من المؤثرات والمشتتات ويخصص وقت محدد بس للفون أو للفرجة على التلفزيون، ويكون كمكافأة بعد ما يخلص واجباته المدرسية والمنزلية مثلا، وده طبعا بمساعدة وضبط من الوالدين. والموضوع صعب في زماننا ده أنا عارفة طبعا، لكنه مهم جدا لأنه كمان بيأثر على النوم. فتبقى الأم بتسأل ليه بنتي كسولة، ليه بتنام كتير ونفسها نومها ينتظم وما تسهرش، بس علميا احنا بنحتاج عدد ساعات نوم مختلف في كل مرحلة من عمرنا، والمراهق بيحتاج من 8 ساعات ونص ل 9 ساعات ونص علشان جسمه يقدر يتكيف مع تغير الهرمونات. ومحدش يسألني ليه 8 ساعات ونص. وكمان بيتعلم وبينمو وبيتذكر المعلومات وهو نايم. طيب ولو ما خدش كفايته في النوم هيحصل ايه يعني؟ والله حاجات كتير، يعني غير الارهاق والتعب فهو هيبقى اكتر عرضة للحزن والاكتئاب، ده غير بقى صحته العقلية والنفسية والجسدية بشكل عام اكيد هتتأثر بالسلب. ممكن يحصل اضطرابات في الاكل وفرط حركة والمعاناة من قلة تركيز وتشتت الذهن، وطبعا هيحاول يعوض قلة النوم بشرب الكافيين ومشروبات الطاقة، بس في الحقيقة ده مش حل لانه هيدمنهم وهيبقى عدواني ومتقلب المزاج اكتر في حالة غيابهم. طيب كده ايه الحل بقى؟ الحل انه ياخد كفايته في النوم بس كده؟ لا مش بس كده، الحقيقة ان جودة النوم نفسه هي اللي مهمة، يعني يكون نوم هادي ومريح بعيد عن شاشات التلفزيون والموبايل، وده محتاج يكون فيها روتين تحضيري عبارة عن استعدادات للنوم اصلا بيبدأ من اول ما يخلص واجباته والتزاماته بدري. كفاية كمان ممارسة انشطة هادية بتساعد على الاسترخاء زي قراءة الروايات وكتب او كتب مسموعة او ممارسة العاب ذهنية بسيطة، وطبعا كل ده بعيدا عن الموبايل والتأليف في السوشيال ميديا. وطبعا دور الوالدين مهم في تعزيز البيئة الهادية بانهم يتجنبوا تماما الخناق وتوبيخ والزعيق والتوتر، لانه بيخلي الامور اصعب، وطبيعي هيبقى فيه صعوبة في التعود على القرارات الجديدة دي في الاول، بس مع الوقت والمحافظة على النظام بمساعدة الأب والأم المراهق ده هيتعود، خصوصا لما يعرف نتائج السهر وقلة الانتباه ويفهم خطورتهم عليه كويس. طيب نيجي بقى للمشكلة اللي أحيانا بتكون سبب قلق ورعب الأهالي كل ما أولادهم يخرجوا مع أصحابهم بسبب المصايب اللي بيعملوها من غير تفكير، وهي مشكلة التهور والاندفاع. فاكر العربية اللي الواد خبطها ولا المواد اللي شالها وكان فاكر انه عارف هو بيعمل ايه؟ احنا اتفقنا بقى انه ده بسبب تأخر نمو القشرة الجبهية واندفاع الهرمونات، بس بصراحة يعني مش ده السبب الوحيد. يعني خلينا متفقين ان المراهق برضو بيبقى عنده سن التمر كده بتخليه عايز يستقل ويخرج للعالم الخارجي وعاوز الناس تتعامل معاه على انه كبير خلاص، والحقيقة ده شعور طبيعي وصحي في الفترة دي. لكن الاب والام كناس كبيرة وراشدة عارفين انه في نفس الوقت لسه نموه العقلي ما اكتملش. والسر اللي هقوله لك دلوقتي ان المراهق بيحب المخاطره والاثاره، هو هرمون الدوبامين المسؤول عن السعاده والرضا، واللي بيفرز بكثافه جدا لما بيعمل حاجه مثيره بالنسبه له كمكافاه من الدماغ. وطبعا دلوقتي اساليب الفساد والصحبه السيئه منتشره اكتر من العادي، ففرصه انه يضر نفسه بقت اكبر. وهنا بقى يجي دور الاهل في التوجيه، لكن مهم يلعبوا اللعبه بقواعد المراهق وحسب طريقه التفكير اللي بيفهمها. فبالتالي خلينا نسأل هو المراهق بيفكر في القرار ازاي؟ عامة احنا بنشوف كل حاجة زي كفتين ميزان، كفة فيها الإثارة والمتعة اللي في الفعل والتانية فيها النتيجة والعواقب. وطبعا بسبب موضوع نمو القشرة الجبهية ده المراهق بيبقى مش شايف كويس كفة النتيجة والعواقب، وهنا بيجي دور الأب والأم في توضيح الجانب السلبي من الفعل أو القرار، ايه اللي ممكن يأثر عليه في ده. فاحنا لازم نشرح له ممكن مخاطر صحية وسلوكية أو حاجات بيحبها هيخسرها وهكذا، بس اوعى وانت بتوجهه تقارنه بحد من صحابه أو بقرايبه، صدقني ده هيبقى تأثيره سلبي وقتها وهيقلب ساعتها الموضوع بعين. مالكش دعوة بابن خالته خالص، ده غير ان أسلوب المقارنة ده من أكبر المؤثرات المسببة للتوتر، خصوصا لما تيجي من أهم الدوائر الاجتماعية للمراهق زي العيلة والمدرسة والأصدقاء اللي المفروض بيستمد منهم أمانه النفسي. والحقيقة انه التوتر من أكبر المشكلات اللي ممكن تدمر حياة المراهق تماما، وله أسباب كتير زي العزلة والاكتئاب والتنمر. والتوتر ممكن يبوظ عادات زي النوم والأكل عنده ويخلي المراهق يميل للعزلة والبعد عن المناسبات الاجتماعية ويزود من انفعالاته وعواطفه السلبية زي الغضب والحزن واللامبالاة والوحدة. ودي كلها أعراض خطيرة لازم ناخد بالنا منها قبل ما تتحول لمرض عقلي أو نفسي. ثانية بس استنى كده لو سمحت، هو ممكن الموضوع يكبر مننا ويبقى مرض نفسي محتاج دكتور وعلاج وكده؟ المفاجأة انه وعشان ده ما يحصلش
يحصلش لازم الأب والأم يلاحظوا الأعراض دي ويتعاملوا معاها من بدري. طب إزاي؟ إحنا مهم كأسرة إننا نوقف أسلوب المقارنة ده تماما، وتحمي ابنك من التنمر، وتساعده يحط أهداف قصيرة المدى سهل تحقيقها عشان ثقته تعلى في نفسه ورضاه عن نفسه يزيد. وتحاول توصل له كل المعلومات اللي انت عايزها بس بأسلوب مناسب، وتحافظ على الجو الأسري الهادي، وحافظ إنه يكون بعيد شوية عن الإنترنت. يعني تحاول تحدد ساعات معينة من يوم ويكون فيها إنترنت، وكل ما كنت قريب من ابنك أو بنتك كل ما كان من السهل عليهم مشاركة مشاعرهم ومشاكلهم معاك. والقرب ده مهم جدا لأنه في مشاكل لو ما اكتشفناهاش من الأول بتكون نتائجها خطيرة جدا، زي شرب السجاير مثلا. نسبة كبيرة من المراهقين والشباب دلوقتي بيدخنوا سجاير. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتشربونا ايه يا جدعان؟ وده بيكون هروب من الضغط النفسي وتوتر، او مجرد استسلام لحب التجربه تحت ضغط اصدقاء السوء وفي غياب رقابه الاسره. فانت لازم تشرح له الموضوع وتضخم له الموضوع انه ده لو ما دمرش حياه المراهق فهي على الاقل هتاثر عليه بالسلب على الحركه بتاعته والانتباه والذاكره والذكاء وانتظام النوم، غير العواقب المستقبليه زي سرطان الرئه وغيره من الامراض المميته. عشان كده ضروري كمراهق تكون حريص جدا في اختيار اصحابك. اما انت كأب فلازم تتكلم مع ابنك في المواضيع دي وأثرها، وتحكي له قصص حقيقية وتمدح سلوكه كويس لأن هو أكيد هيقلدك. ده غير طبعا إدمان الإنترنت والسوشيال ميديا وألعاب الفيديو جيم لدرجة إن هي بقت في حياتنا لا يمكن تستمر من غيرها ولا حتى اليوم واحد. في تجربة لمركز ريستورت سنة 2010 طلبوا من عينة من الناس الانقطاع عن أي وسيلة رقمية سواء فون أو لابتوب أو حتى تلفزيون لمدة يوم واحد بس، وسجلت ردود أفعالهم في الآخر اللي كانت مختلفة ومبهرة. ما بين واحد كان هيتجنن عشان بعيد عن التليفون بتاعه، وواحدة حست بالفراغ طول اليوم لدرجة انها اكتشفت انها عايشة لوحدها في الحقيقة من غير اي تواصل طبيعي. ده غير انها ما استحملتش ده. بصراحة الموضوع وانا بتكلم عنه كده مجرد الكلام هو مرعب. ارتباطنا بالسوشيال ميديا وادماننا ليها ده بقى فيلم رعب بالحقيقة. في مراهقين بيعتبروا التليفون ده جزء من ايديهم وهم بياكلوا وبيشربوا او في تجمعات او بيذاكروا، وحتى قبل ما يناموا وهم على سرايرهم واول ما يصحوا. ده غير العاب الفيديو جيم اللي حسب دراسة كورية إن المراهق بيقعد متوسط 10,000 ساعة من سن 15 لحد 20 سنة بيلعب فيهم جيمز. ال10,000 ساعة دول ممكن يخلوك تاخد دكتوراه في أي مجال نادر أصلا، أو يتقن مهارة صعبة جدا على أي حد يتعلمها. مع إنه في ناس تانية هتقولك إن الجيمز دي بتنمي الذاكرة والمهارات البصرية والحركية وساعات بتعلم المراهق حاجات مفيدة. بس اكسلنت يا بيبي. إحنا بصراحة ما قلناش حاجة وما قلناش ان هي ملهاش اي ميزات، بس ده مش مبرر انها تتحول لادمان لدرجه ان هي تبوظ حياتنا. ومع الوقت بيبدا تركيزك وانتباهك يقل وتتجاهل ذاتك وحياتك الشخصيه وتنعزل عن صحابك واسرتك وما تقدرش تبعد عنها. يعني انت ما تقدرش تستمر ايام كتير بعيد عنها. ولو انت من النوعيه دي فانت عندك كتاب أمة الدوبامين، ما تنساش ترجع له وهيخليك تحافظ على صيام الدوبامين. وفي الاخر يا صاحبي لو انت مراهق فمهم تفهم المرحله اللي انت فيها دي كويس جدا عشان تفهم نفسك أكتر. أما لو أنت أم أو أنت أب أو حتى أخ كبير أو عندك مراهق بيمر بالمرحلة الحرجة دي فمهم تتفهم سمات المرحلة دي والتغيرات اللي بيمر بيها المراهق، وتتقبل سلوكياته العاطفية المندفعة وكمان الغريبة أحيانا، وتتكلم معاه في ده عشان هو كمان يفهم. الحقيقة إنهم مساكين ما بيبقوش عارفين هما بيحصل لهم إيه، ولازم تعلمهم يقدروا يتعاملوا مع نفسهم إزاي بشكل أحسن. وخلينا نقول إن المراهقة مش مرحلة مخيفة، بالعكس إحنا قدام مرحلة ذهبية الدماغ فيها بيتطور وبيكتشف العالم من حواليه، ولازم نوجه كل مجهودنا لمساعدته. احنا عارفين ان الموضوع صعب جدا، بس مين قال ان مسؤولية التربية دي حاجة سهلة؟ لكن كل جهد هنبذله النهاردة هنلاقي نتيجته قدام في نهاية مرحلة البلوغ، لما نلاحظ التغيرات والاهل يبدأوا يشوفوا قدرة ابنهم على تحمل المسؤولية في دراسته او في شغله وان علاقاته بتتحسن. وقتها بس هيكونوا راضيين عن كل المجهود اللي اتبذل ده. والحقيقة انه الجيل ده كله يستحق ان احنا ناخد بالنا منه. اصلا فكرة ان انت تخلق جيل جديد على ايدك دي فكرة مبهرة. وفي النهاية انا بتمنى لكم كلكم حياة سعيدة، سواء كنتم مراهقين او ابهات او امهات. كلنا لازم نفهم اللي بيحصل لولادنا، ولازم نفهم كويس قوي ان احنا نرشدهم ازاي ونتعامل معاهم ازاي، ولازم نقرا كتير عن نفسنا، ولازم نقرا كتير عن ولادنا، ولازم يكون عندنا الوعي الكافي عشان نعرف كلنا نتعامل مع بعض. انا بتمنى لكم كلكم انكم يكون عندكم الوعي اللازم وتشوفوا ولادكم دول احسن ما انتم بتتمنوا. وفي النهايه انتوا هتوحشوني جدا جدا، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس. باي باي.